اكتر سؤال كان دايما بيتكرر على فيديوهات القولون العصبي: يا دكتور عايزين نظام غذائي لمشكلة القولون العصبي. فدينا يا سيدي بنعمل لك الفيديو الخاص بالنظام الغذائي لمرضى القولون العصبي. فيلا بسرعة نبدأ في الفيديو بدون مقدمات، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد بدر، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذية. هنتكلم النهارده في فيديو جديد من سلسلة حلقات رحلة الوصول للجسم المثالي عن النظام الغذائي الخاص بمرضى القولون العصبي. بس قبل ما نبتدي في الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ولايكات كتير، وكمان ما تنساش تشير الفيديو على كل مواقع السوشيال ميديا الخاصة بيك، وتشترك في مواقع السوشيال ميديا الخاصة بينا، وخصوصا صفحة الفيسبوك اللي بقينا ننزل عليها المحتوى بشكل مستمر. وكمان للناس اللي حابة انها تتواصل معايا بشكل شخصي علشان تاخد النظام الغذائي اللي يناسب حالتها سنا وطولا ووزنا وكل المشاكل اللي عندها، تقدر تتواصل معايا من خلال الابليكيشن اللي هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي نجاوب على السؤال اللي بيجي لنا كتير جدا، وهو ايه النظام الغذائي اللي ينفع لمرضى القولون العصبي؟ والإجابة هي إن أي نظام في الدنيا هينفع، لكن ببعض التعديلات اللي هنقولها دلوقتي. يعني إيه؟ يعني لو حسبت السعرات الحرارية بتاعت جسمك وحسبت أنت محتاج كام سعر حراري، طبعا الحسابات والطرق بتاعتها كلها موجودة في أول فيديوهات السلسلة اللي احنا فيها دلوقتي، تقدر ترجع تشوفها بكل بساطة علشان تعرف النظام الغذائي اللي أنت محتاجه. بعد كده تتفرج على الفيديوهات الخاصة بالنظام الغذائي أو بالسعرات الحرارية اللي تكفي جسمك بقى 1500 1600، كل الأنظمة موجودة على القناة، وتبتدي تعمل فيها شوية التعديلات اللي هنقولها دلوقتي. وأول حاجة هتعملها هي إنك هتحاول تبعد أو تقلل الأكلات اللي بتهيج القولون بتاعك، ودي زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات القولون إنها بتختلف من شخص للتاني. في ناس القولون بتاعها بيهيج بشكل كبير جدا لو شربت ألبان، في ناس تانية القولون عندها بيهيج لو كلت بعض أنواع الخضروات، في ناس تانية الكرنب والقرنبيط بتبهدل لهم الدنيا. فبالتالي الاكلات اللي بتتعب القولون عندك هتبتدي تتجنبها وتبعد عنها بدون اي منازعات. يعني انا باخد حاجه معينه بتهيج لي القولون، فدي حاجه انا هبعد عنها اوتوماتيك. تاني حاجة الاكلات الجاهزة او الفاست فود، ابعد بقى، سيبك من المحلات والاكل الجاهز والاكل اللي مقلي في الزيوت واكل في زيوت مهدرجة، ابعد عن كل الحاجات دي. وكمان الاضافات اللي بتتحط على الاكلات كل دي حاجات بتهيج القولون، فلازم نبعد عنها تماما. تالت حاجة معانا انك لازم تقلل الدهون، وهنا في نقطة مهمة: ما تمنعش الدهون تماما لان جسمك محتاجها، انت بس هتقللها شوية. لان ناس كتيرة جدا من اللي بتمنع الدهون خالص بترجع تكلمنا بعد فترة وتقول لي يا دكتور انا منعت الدهون نهائي بس حصل عندي مضاعفات كتيرة زي تساقط في الشعر، الجلد بقى ناشف وشاحب ولونه اتغير. فطبعا بنقلل الدهون مش بنمنعها. رقم 4 معانا البقوليات، لازم برضو تقلل البقوليات على قد ما تقدر، وبرضو ما تمنعهاش خالص، لكن على الاقل البقوليات اللي الحباية بتاعتها بتتقسم نصين دي حاول تمنعها. اما الحاجات التانية اللي ممكن تقدر تتكيف معاها وما بتتعبكش دي مفيش فيها اي مشكلة. النقطة رقم 5 انك تقلل القهوة على قد ما تقدر، يكفينا كوباية واحدة او 2 على مدار الاسبوع. اما المشروبات الغازية لازم تمنعها تماما تماما بدون اي نقاش، النقطة دي منتهية. وبرضو من الحاجات اللي بتهيج القولون وبتتعب المعدة البهارات الكتيرة والبصل والثوم، فبرضو يفضل الحاجات دي نقللها على قد ما نقدر. الحاجة اللي بعد كده هي اللحوم الحمراء. اللحمة الحمراء بتبقى صعبة جدا في الهضم وبتحتاج ان القولون يبذل مجهود شديد جدا عشان يهضمها، فعشان كده بلاش اللحوم الحمراء. ولو اضطريت ان اكلها فيفضل ان هي تكون مستوية قوي، ولو اتعملت زي كفتة او حاجة هتكون احسن من انها تتاخد حتة كبيرة كده وابتدي اكلها وامضغها. الموضوع يبقى صعب. لو فرمتها انا قبل ما ابتدي اسويها هتكون احسن بكتير. واخر حاجه محتاجين نقللها هي الشوكولاته، وخصوصا الشوكولاتات الفاتحه شويه اللي بيبقى فيها سكريات عاليه، ده غير ان الشوكولاتات بيبقى فيها كافيين زي القهوه، فبرضه لازم نقللها او تبقى مره او 2 بس على مدار الاسبوع. اما بقى بالنسبه للحاجات اللي محتاجين نزودها فعندنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه البروتينات، بس اللي مش لحمه حمراء او مش بروتينات نباتيه، دي محتاجين نزودها شويه زي الفراخ والسمك والبيض. دي من الحاجات اللي نبتدي نركز عليها. فانت لما تيجي بقى تفتح نظام غذائي مناسب لجسمك من الانظمه اللي انا قلت عليها وتبتدي تكتب، هتبتدي تلاقي بروتينات
هتبدل البروتين اللي انا قلته في النظام الغذائي وتحط مكانه البروتين اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو البيض او السمك او الفراخ. اما بقى في نقطة الفاكهة، هنا النقطة اللي فيها الجدل الكبير. انت حضرتك بتحتاج الفاكهة كوجبة بينية اكتر من مرة في اليوم، يعني ممكن ما بين الفطار والغدا مرة وما بين الغدا والعشاء مرة، فبالتالي هتاخد فاكهة. بس احنا عندنا الفاكهة نوعين، نوع هنبعد عنه تماما والنوع التاني هنستخدمه لكن بشروط. طيب ايه النوع اللي ممنوع تماما؟ اول حاجة الفاكهة المجففة، تاني حاجة البطيخ، وكمان التفاح. اما الفاكهه اللي ينفع نستخدمها هي زي التوت، الكيوي، الاناناس، الافوكادو، وكمان الموز. لكن طبعا الفاكهه دي ايا كان نوعها لازم تتقشر، ما ينفعش ناكلها بقشرها. اما بالنسبه للنشويات او الكربوهيدرات فاحنا عندنا 4 اصناف ينفع نستخدمهم بدون اي مشاكل، زي الشوفان، الشعير، الرز الاسمر او البني، والعيش الاسمر. ال4 انواع من النشويات دول هنقدر نستخدمهم. فالفطار بتاعك ممكن تحط فيه عيش اسمر او عيش شوفان، الغداء بتاعك ممكن تستخدم فيه الرز لكن البني، وممكن في العشاء تستخدم الشعير. في عندنا 4 نصايح مهمة جدا لازم تعملها في نظامك الغذائي لو انت عندك مشكلة القولون العصبي. وهي اول حاجة انك تشرب مية كتير جدا، لان ده بيسهل عملية الهضم على القولون، وكمان احتياج الجسم للمية معروف واتكلمنا عنه كتير جدا. تاني حاجة انك تمضغ الاكل كويس، لان مضغ الاكل كتير قبل ما يوصل للمعدة بيسهل على القولون عملية الهضم. الحاجة التالتة معانا انك تشرب المشروبات اللي بتسهل عملية الهضم وكمان بتحسن من اداء القولون، زي الشاي الاخضر، النعناع، اليانسون. الحاجات دي بتهدي القولون وكمان بتسهل عملية الهضم. واخر حاجة معانا هي انك لازم تقسم الوجبات بتاعتك على 5 أو 6 وجبات، عشان ده برضو بيقلل اللود او الحمل على المعدة. اخر حاجة يا جماعة حابب اقولها قبل ما نختم الفيديو، الموضوع مش حرمان، لان الفيديو اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن الحاجات اللي ينفع ناكلها او ما ينفعش ناكلها لو عندنا قولون، ناس كتيرة جدا كانت متضايقة من كمية الاكلات الممنوعة. طب امال فاضل ايه؟ الموضوع هنا بقى انه مش بحرمك من الاكل، الفكرة كلها ان انا عندي مشكلة وعايز اعالجها، فانا بمنع الاكل اللي بيزود التعب عندي وبستخدم الاكل اللي مفيش منه اي مشكلة. ده غير ان معظم الاكل اللي انا ممنوع منه دلوقتي بقدر اكله بعد كده لما موضوع القولون وتهيج القولون بيقل. فالموضوع مش حرمان، الموضوع بس عايز شوية عقل. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. ارجو يا رب تكونوا استفدتوا. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وفولو لو بتتابعنا من خلال صفحه الفيسبوك، ولايكات كتير. ومن هنا للفيديو الجاي اشوفكم بخير. السلام عليكم.